بيبدأ فيلم النهارده في مدرسة بنات في السعودية، وكانوا بيوزعوا جوائز على البنات المتفوقين. وكان في بنت اسمها أميرة كانت الأولى على طول. مس عفاف الأخصائية كانت دايما بتفتش على البنات وتطلع المخالفين على مكتب المديرة. وكان في شلة بايظة 3 بنات، منى ومشاعل وهبة. راحوا عند مكتب المديرة، ومس عفاف كانت بتنصح هبة ان اللي بتعمله ده مش هيفيدها وانها تركز في دروسها احسن. دخلوا الفصل والمدرسة طلبت منهم كل واحدة تكتب كلمة افتتاحية، وهي هتختار احسن واحدة فيهم. وهبة طبعا ما كانش عاجبها وبتقول النتيجة معروفة وعارفين هتختار مين، وما كانوش بيحبوا أميرة المتفوقة وبيحقدوا عليها. مس عفاف كانت مع مدرسة زميلتها سودانيه، وكانت بتجيب لها اعشاب عشان مس عفاف كانت متاخره في الخلفه. بس عفاف قالت لها لا، انا الحمد لله بقيت حامل. دخلت عليهم مس حياه مديره المدرسه وقالت لعفاف طلب الاجازه مرفوض، الاجازه في الولاده مش في الحمل. والمديره كانت صعبه شويه، سابتها وراحت لابله محاسن، وكانت عايزه تعرف درجات بنتها رنا اللي كانت طالبه معاهم في المدرسه. ومع ان بنتها كانت متفوقه بس كانت عايزاها تجيب درجات احسن من اميره وتبقى هي الاولى عشان امها مديره المدرسه. مس عفاف دخلت للبنات وقالت لهم المدرسه غايبه والحصه بتاعتها هتروح المستودع وترتبوا الكتب هناك. والبنات طبعا كانوا متضايقين. في بنت كانت عند المديره وكانت بتشتكي من الشله اياها ومن تنمرهم عليها، وكانت الشكاوى منهم كتير. وكان راي المديره ان البنات لازم تتعود وترد عشان لما يخرجوا يواجهوا الحياه يبقوا اقوياء. ومس سهام ما كانش عاجبها كلام المديره. في الكانتين وكانت الداده مرزوقه ام البنت مشاعل، وكانت ماديه وشديده مع البنات. هبه كانت دايما بتغلس على اميره ومش طايقاها. ورنا بنت المديره كانت صاحبتها الانتيم، عاملين عصابه ومش هاممهم حد. اميره راحت اشتكت وكان رد حياه زي كل مره. الحصه الاحتياطي جت والبنات راحوا على المستودع عشان يرتبوا الكتب. وهم بيرتبوا مشاعل قالت لهبه هروح اكلم سعد من تليفون امي ومش عايزه حد ياخد باله ان انا مش موجوده. وراحت فعلا على الكانتين واخدت التليفون واتكلمت. بعد شويه داده مرزوقه وصلت ودخلت لها بنت وكانت عامله دفتر فيه صور ولاد وبتفرج البنات واللي يعجبها تظبطهم مع بعض. البنت قالت لها مفيش حد عاجبني، عايزه فلوسي. قالت لها وهي الفرجه ببلاش، يلا على فصلك. اليوم الدراسي خلص واميره بتقول لرنا بابا بقى كويس وهيطلع من المستشفى النهارده، وكانت مبسوطه. في البيت والمديره كانت قاعده مع امها وبنتها وكانت منفصله عن جوزها، ورفع عليه قواضي في المحاكم. قالت لبنتها درجاتك مش عجباني، ورنا بتقول لها درجاتي كويسه انا مذاكره. قالت لها لا انت بنت المديره ولازم تبقي الاولى. وجدتها ما كانش عاجبها كلام حياته وبتدافع عن البنت. الليل دخل وعم سعيد ابو اميره طلع من المستشفى وكان قاعد بيرسم وكان فنان. امها دخلت وبتقول له المفروض تريح وسيبك من الرسم دلوقتي. قال لها لا، عيد ميلاد رنا صاحبه بنتك قرب ولازم اخلص اللوحه اللي هتقدمها لها هديه. حياه كانت مع بنتها وابوها كان بيتصل بيها وهي منبهه عليها ما تردش عليه ابدا ولا تكلمه. وقالت لها عندي جلسه بكره في المحكمه ومش هبقى في المدرسه، عايزه اسمك في لوحه الشرف زي صاحبتك اميره. الصبح طلع والمدرسه بتقول لعم عتيق الحارس عايزين فطار، وقفل عم عتيق القفل من بره وراح يجيب الفطار. باب المستودع اتفتح واللي دخلت اميره ولوحدها وكانت نازله تجيب كتاب بدل اللي ضاع منها. وهي بتدور على الكتاب الباب اتقفل عليها من بره، بتنادي ووقعت والحامل وقع عليها وفقدت الوعي. حريق بره باب المستودع ومش فاهمين في ايه. اميره على الارض مغمى عليها والنار بتزيد وداخله على المستودع. النار ابتدت تمسك في كل حاجه وعملت ماس كبير والمدرسين عرفوا. مس عفاف بتقول اعملوا اخلاء للمدرسه حالا وشغلوا جرس الانذار. الدنيا اتقلبت والكل بيجري ومس سهام بلغت الشرطه والمطافي. مس حياه في المحكمه والقضيه اتاجلت وما كانش عاجبها، وجالها تليفون بموضوع الحريق في المدرسه. البنات بتجري وطبعا الباب مقفول من بره والحارس مش موجود. المس عفاف خايفه على البنات ومش عايزه تسيبهم وتجري على بره. وهبه كانت واقفه ساكته ومرعوبه. الدخان ملى المكان كله والنار حصرتهم جوه المبنى وخلاص هيتخنقوا. البوابه تحت لسه مقفوله والدنيا باظت. مس عفاف لسه هتخرج على بره لقت بنت على الارض ومش قادره تقف على رجليها، والبنات ابتدوا ينطوا ويدوسوا على بعض وبرضه مش عارفين يخرجوا بره المبنى. اميره فقت وقامت والنار محوطاها وكانت مرعوبه. داده مرزوقه شافت رنا وقالت لها انزلي بسرعه واطلعي من هنا. اميره بتخبط على الباب وبتنادي ومفيش حد سامعها ولا حد حاسس بيها. بتعيط والدخان ملى المكان وهتتخنق. محدش مصدق والكل مذهول. الحمايه المدنيه وصلت على المدرسه وبيكسروا الباب ودخلوا، واللي عند البوابه كلهم خرجوا جري. لسه البنات المحبوسه في المبنى ومس عفاف بتقول لهم كله يطلع على السطوح. وبعد ثواني البنات بيقولوا باب السطوح مقفول. راحت مس عفاف عشان تجيب مفتاح السطوح ومش عايزه تستسلم. حياه وصلت وبتسال عن بنتها رنا ومحدش بيرد عليها. لفت عليهم كلهم ومفيش اجابه. جوه ومس عفاف جابت المفتاح بس مش قادره تاخد نفسها من الدخان. اتخنقت ووقعت على الارض ولسه بتعافر. بره المدرسه وحياه سامعه واحد بيقول اصابات كتير وحاله وفاه واحتمال تكون الحادثه جنائيه. وصلت مس عفاف على السطح وفتحت للبنات ورنا كانت معاهم فوق. دخلت مس عفاف ووقعت على الارض. الليل دخل وتحقيقات الشرطه بدات والمحقق بيسال كل المدرسين والمسؤولين في المدرسه، وسال كمان البنات عن اميره وسبب وجودها في المستودع. منى في التحقيق وبتقول الله يرحمها مس عفاف هي اللي خرجتنا على السطوح، وبكده اميره ومس عفاف ميتين. حققوا كمان مع عم عتيق وقال لو كنت اعرف ان كل ده هيحصل ما كنتش رحت جبت حاجه. تاني يوم في المستشفى وحياه كانت بتزور المصابين وراحت عند مرزوقه وبتقول لها قلبي اتخلع على اميره وعفاف الله يرحمهم. مرزوقه قالت لها انا متاكده ان انت هتعرفي مين اللي عمل كده، في حد عارف مين اللي حبس اميره. في بيت عم سعيد ابو اميره
اميره وراحت حياه عشان تعزي. دخلت تواسي ام اميره والست قالت لها بنتي كانت امانه عندك وانت ضيعتيها، انت السبب في موت بنتي، مين اللي حبس بنتي وحرق قلبي عليها؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وحياه ما استحملتش وخرجت ومشيت. الصبح ورانا قاعده مع جدتها وبتقول لها مش مصدقه ان اميره ماتت، وجدتها قالت لها ده امر ربنا وخليكي كام يوم وما تروحيش المدرسه. عدى اسبوعين على الحريق والمدرسه قررت ان الطلاب يحضروا بالليل عشان السنه ما تضيعش وعمال الترميم يشتغلوا الصبح. ومس حياه قدمت نعي الاميره ومس عفاف. خلصت كلام ومس سهام راحت وراها على المكتب وحياه بتقول لها انا قررت اعمل تحقيق داخلي عشان اعرف مين المجرم، احنا نعرف طبيعه المشاكل بين البنات اكتر من الشرطه. بعد تفتيش البنات مس سهام جابت تليفون منى وبتقول عليه رسائل تخوف، وانا طبعت الرسائل. قالت لها انا متاكده ان التحقيق هيكشف مين اللي حبس اميره ومين اللي عمل الحريق. ابتدت التحقيق وجابت البنات وقالت لهم انتوا الثلاثه بالنسبه لي متهمين، الرسائل دي كانت بينكم وواضح فيها انكم مخططين للجريمه وكل حاجه مكتوبه. قالوا لها لا ده كان عيد ميلاد مشاعل وكنا بنتكلم عن حريق الشمعه، ومشاعل قالت عشان تتاكدوا خدوا المحادثه كلها هي على التليفون وهتصدقوا الكلام. وفعلا كلامهم كان مظبوط. ابتدت تاخدهم واحده ورا الثانيه عشان توقعهم في بعض ويتكلموا على بعض. وقالت لمنى انت قبل كده حبستي اميره في اوضه الكمبيوتر، وكان ردها انها كانت بتهزر معاها. خرجت منى وقالت لهبه ادخلي للمديره. دخلت عندها وقالت لها عندك مخالفه دخول الحمام مع مشاعل، كنتوا بتعملوا ايه؟ اميره هي اللي بلغت عنكم وده دافع قوي انك تعملي فيها كده، وفي دليل تاني بخط ايدك، يا ريت اقدر امحي اميره من المدرسه وما تبقاش ليها وجود. اليوم الدراسي خلص وقالت لها هنكمل بكره. حياه روحت وراحت عند بنتها والبنت كانت حالتها النفسيه صعبه ومش عارفه تنام وبيجي لها كوابيس. قالت لها صدمه وهتعدي واديتها برشام مهدئ وقالت لها خدي حبايه قبل النوم. طلعت بره عند امها وقالت لها بنتك صغيره لسه وبلاش منوم. وهي بتتكلم طليقها رن عليها وردت عليه، قال لها بلاش المحامين والقواضي ده ما يليقش بيكي، انا كنت بدفع مصاريف بنتي وانت اللي رفعتي قضيه وقلتي ان انا ما بصرفش عليها. قالت له لا خلي ال1000 ريال تنفعك ومراتك الجديده تنفعك. قال لها سبت البنت وسبت المدرسه ولفتي على المحاكم وكل ده عشان ايه؟ وطبعا ما كانش عاجبها الكلام وقفلت مع السكه. امها بتقول لها انت مش محتاجه منه حاجه. قالت لها 6 سنين ما سالش على بنته وراح اتجوز ودلوقتي عايز البنت على الجاهز. تاني يوم في المدرسه والدور في التحقيق على مشاعل وبرده لسه بتوقعهم في بعض. وقالت لها اصحابك قالوا ان انت بتبيعي سجاير وانت اللي رسمتي اميره على السبوره. قالت لها لا مش انا، ده هبه اللي رسمتها. قالت لها لما اميره عيطت ومس سهام اخدتها الطيب بخاطرها، مين اللي راح وراهم وهي بتطبطب عليها وتطلع كلام ملوش لازمه؟ انت خيالك واسع وضميرك اوسع منه، مش اميره هي اللي بلغت عنكم وانتوا بتغشوا، انتوا شويه حاقدين واصحابك برضو قالوا عليكي. وبكده ابتدت توقعهم في بعض. في نفس اليوم ورنا كانت بتحلم باميره وبتلعب معاها، وفجاه الترابيزه ابتدت تولع والنار ورا اميره، ورنا قامت مفزوعه من النوم. جدتها دخلت عليها وقالت لها ما تخافيش. نامت وصحيت الصبح على جرس الباب وكان عم سعيد ابو اميره. نزلت رنا مرعوبه وبتقول لجدتها في ايه، وكانت هديه اللوحه بتاعت عيد ميلادها. عيطت رنا وقالت لجدتها انا السبب في موت اميره، قبل الحريقه خفت مس وداد تختار اميره وتكتب اسمها في لوحه الشرف. عرفت ان اميره رايحه تجيب كتاب من المستودع ورحت وراها، وبعد ما دخلت قفلت عليها الباب، كنت عايزه اتحط في لوحه الشرف. جدتها قالت لها انت تعبانه وبتهلوسي بسبب البرشام. قالت لها لا انا اللي حبستها ويا ريتني ما قفلت عليها الباب. جدتها قالت لها انسي الكلام ده، انت تعبانه اطلعي نامي احسن لك. رجعت هبه عند مس حياه وقالت لها كل اصحابك اجمعوا ان انت اكتر واحده بتكرهي اميره، حتى مشاعل ومنى شهدوا بكده. وقالت لها لما كنت في الحمام مع مشاعل منى هي اللي بلغت عنك مش اميره. ودي كانت تكمله خطه توقيعهم في بعض والخطه نجحت. وهبه قالت لها لا منى كمان بتكره اميره لان اميره هي اللي بلغت عليها هي ومشاعل لما خرجوا مع سعد وصاحبه، وبعدها ابو منى خدها وجوزها بالعافيه بسبب اميره. ندهت حياه على الباقي وقالت لهم مضطره اقدم المعلومات اللي عندي كلها للشرطه وهم يتصرفوا. مشاعل قالت هبه خرجت بعد اميره في اليوم ده وما راحتش على طول على الحمام. مس حياه قالت لهم انتوا الثلاثه مفصولين من المدرسه والشرطه هتتصرف. دخلت سهام وحياه بتقول لها اسفه ان انا ما سمعتش كلامك، انت حذرتيني من تنمر البنات وانا قلت لك سيبيهم، ويا ريتني كنت وقفت كل واحده عند حدها من ساعتها. بلغت الشرطه باللي حصل وجم واخدوا هبه وبقت المتهمه. التلفزيون بيقول موت اميره في المستودع وقفل الباب عليها مش مرتبط بحادثه الحريق، والتهم الموجهه للطالبه هبه هي الترويع والقتل الخطا. ظهرت رنا وبتقول ايه اللي بيحصل، هبه ما عملتش حاجه، هبه بريئه. جدتها عايزه تمنعها من الكلام ورنا قالت انا اللي حبست اميره وقفلت عليها. ردت حياه وقالت عارفه، ورجعت بالذاكره ساعه ما كانت عند مرزوقه في المستشفى. مرزوقه قالت لها رنا بنتك عارفه، يوم الحريق ندهت عليها عشان تهرب وهي قالت لي لا اميره في المستودع. بصت لمرزوقه وقالت لها رنا قالت انها كانت معاكي واتصابت هناك، وهو ده اللي حصل وهو ده اللي هتقوليه. بنتك مشاعل عندها مخالفات وانت بتظبطي الولاد للبنات بالفلوس، من مصلحتك تسمعي كلامي. رجعت الوقت الحاضر ورنا بتقول لها عارفه انها بريئه وبلغتي عنها. قالت لها تستاهل، دي بنت سيئه ومؤذيه. رنا بتقول لها انت سامعه نفسك. قالت لها عايزه الناس تقول ان انا ما عرفتش اربيكي، عايزاني اسلمك للسجن يا فاشله. قالت لها لا انا عمري ما كنت فاشله، انا فاشله من وجهه نظرك لانك عايزاني ابقى الاولى وبس، والا ما استحقش ابقى بنت الاستاذه حياه، واديني حبستها عشان ابقى الاولى وتستريحي، انت السبب. وطلعت رنا اوضتها بسرعه ومسكت التليفون وكلمت ابوها. ابوها اخدها على الشرطه واعترفت وقالت كل اللي حصل. اخدوها وقابلت هبه وبتقول لها اعترفتي على نفسك ليه؟ قالت لها عشان اعرف انام وعشان انت كمان توقفي الاذى، انت ومنى غلطتوا كتير لكن انا غلطتي كانت اكبر. عارفه ليه؟ عشان كنت بشوفك وانت بتتنمري على اميره كل يوم وكنت بسكت، جه الوقت ان الساكت عن الحق
هو كمان يتحاسب. وبكده عرفنا موضوع المستودع، بس ما عرفناش موضوع الحريق. قبل الحريقه بدقايق البنات كانوا في ركن وكانوا بيشربوا سجاير. دخلت عليهم المدرسه ومسكتهم وقالوا لها اخر مره ومش هنعمل كده تاني. زعقت لهم واخدت منهم السجاير، وبعد ما مشوا بتولع هي وتشرب. سمعت صوت خبطه اميره لما وقعت وخافت وحدفت السيجاره مولعه وطلعت بسرعه. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.